صناعة العلف ليست مثل صناعة السيارات أو صناعة الساعات. صناعة العلف يتدخل فيها عوامل متغيرة كثيرة جدا، يعني نوع الذرة وده بيختلف من أسبوع لأسبوع، نوع الصويا، نوع المركزات، نوع الإضافات من مضاد سموم ومضاد كوكسيديا ومضاد كوليستريديا، الأدوية نفسها، الشركة اللي انت هتجيب منها الدواء، حتى ان درجة حرارة طبخ العلف ممكن تختلف أو تتغير. فنلاحظ ان ممكن نقلة من نقلات تيجي العلفة خشنة صلبة زيادة عن اللازم، فتلاقي الفراخ عمالة تنكش في العلف، مش عارفة تهضم أو مش عارفة تبلع حباية العلف. الفكرة إن المتغيرات في صناعة العلف من ذرة أو صويا أو مركزات أو أدوية إلى آخره ممكن تمثل 5% من نسبة حدوثها. يعني من كل 100 يوم ممكن يجيلك 5-6 أيام كده العلف مش مظبوط. فإذا كان حظك سيء وأخدت من هذه الأيام نقلة أو نقلتين ممكن تأثر على معدل التحويل وعلى صحة الفراخ عندك. علشان كده لو أنا سألت حضراتكم ما هو أفضل علف أنت استخدمته ستجد إجابات مختلفة. ليه؟ لأن كلنا تعرضنا في يوم من الأيام لهذه 5% من المتغيرات. فتلاقي واحد صاحبك طالع من مصنع ما او شركة علف ما يقول لك ده مش تمام او فيها العلف مش كويس ومعدل المهم هو رايح في اتجاه شركة تانية او مصنع تاني، وهو رايح في السكة بيقابله حد برضه طالع من المصنع التاني راجع للمصنع الاول، وهكذا بنجد او نلاحظ اختلاف في الاراء دايما في موضوع العلف. بنفس الطريقة بالظبط بيحدث هذا في شركة الكتاكيت. فنلاحظ ان في فترة معينة شركة سين او شركة صاد عندها الكتاكيت 100 وهي نفس الشركة بعدها بشهرين 3 تلاقي الكتاكيت اختلفت، لان القطعان اختلفت، لان القطيع نفسه جايز انه تعرض لفيروس ما او مشكلة ما فاصابت الكتاكيت. فاحنا في سوق متغير، وده اللي انا عايز اقوله النهاردة، انك لازم دايما تسأل ونشوف افضل انواع الكتاكيت ايه الايام دي، افضل انواع العلف ايه الايام دي. ما هياش مستمرة، بس انت كل شهرين 3 لازم تتحرك وتسأل وتتصل. العلف عندك عامل ايه يا عم الحاج فلان؟ طب الكتكوت ماشي معاك ازاي اول 5-6 ايام؟ وعلشان ما تتلخبطش او تظلم نفسك دايما الجودة بتاعه الكتكوت والعلف بتبان اول 10-15 يوم. يعني العلف على عمر 7 ايام مديك مثلا متوسط لا يقل عن 180 جرام، والكتكوت كذلك لو نفقه في الاسبوع الاول لا يزيد عن 1 في الألف يوميا، يبقى انت كده امورك طيبة في الكتكوت وفي العلف. تقدر بعد كده تشوف باقي العناصر. احنا دايما بنقول ان صناعة الدواجن عاملة زي السبحة، انت بتربط في السبحة حب معين وتلمه كده عشان تكون السبحة. لو حباية واحدة فرطت من السبحة تبص تلاقي المشروع كله تأثر او السبحة كلها باظت. فاحنا في مشروع الدواجن متغيرات كتيرة جدا بتأثر على مكسبك أو خسارتك، من أول العامل، النشارة، التهوية، الحرارة، الرطوبة، نوع العلف، نوع الكتكوت، نوع التحصينات، برنامج التحصين، تطبيق التحصين نفسه، رش ولا شرب ولا تقطير. متغيرات كتيرة جدا بتأثر على دخلك أو مكسبك آخر الدور. تعالوا نرجع مرجوعنا الأولاني بالنسبة للعلف. ما هي أفضل شركة علف موجودة في مصر مثلا؟ أفضل شركة هي الشركة اللي انت هتجيب منها العلف صابح، يعني الكرة في ملعبك. ما تروحش تجيب علف قديم وتقول أصلها شركة حلوة. العلف بيتأثر بالتخزين، فلازم تجيب دايما العلف صابح لا يزيد فترة إنتاجه عن 20 يوم، لا يزيد عن 20. كل ما هتقل يعني لو جبته صابح فريش لسه مصنوع امبارح ده بيكون افضل بكتير من اللي بقاله اسبوع او 2 او شهر او 2. افضل شركة علف في مصر هي الشركة اللي مخازنها او الوكلاء بتوعها عندهم المخازن جيدة لا تتأثر برطوبة الجو، او فيها تهوية جيدة لا تؤثر على جودة العلف. كذلك حضرتك في المزرعة ما تحطش العلف على الأرض وترجع بعد أسبوع ولا 2 العلف يكمكم ويعفن وترجع أنت تقول شركة العلف وحشة. لا، الشركة مش وحشة، أنت اللي عندك ظروف التخزين غير جيدة. النقطة الأخيرة إنك لو أنت شايف إن في مصنع علف ما أو في شركة علف ما تستاهل الدعم، أو أنت شايفهم ناس كويسين ماشيين على التكنولوجيا الحديثة والمعايير الثابتة ودايما ناس مهتمين بتطوير مصنعهم، اكتب اسمهم في التعليقات، اعمل دعاية ليهم عادي مفيش مشكلة في التعليقات، واكتب لنا حكايتك معاهم كانت ازاي. اللي عنده اي رواية في موضوع العلف وفعلا كان في مصنع علف سيء وغير او حول منه وراح لمصنع تاني جيد، يكتب اسم المصنع بطل روايته، بلاش يذكر اسم المصنع الوحش علشان محدش يزعل منك. وخلينا كلنا دايما نكمل بعض
ويا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.